تعملي ايوه بيهم انا قلت ايه؟ لها اديها 500 جنيه، اصل هي ظروف على قدها يعني، وعايزه تعمل شعرها يا اسماء، ما تعمله لها. ايه ايه يا يا زوزو؟ سومه عامله زوزو؟ ايه؟ انت عامله ايه يا ايه ده حبيبتي؟ انت نازله ولا ايه؟ نازله. انا عارفه رايحه انت. المحل. ايه ده بدري كده؟ ده انا قلت اه اجي بدري ساعتين عن ما تنزلي. لا نازله رايحه المحل. ولا ايه؟ نازله رايحه المحل دلوقتي. لا كنت عايزاكي تعملي لي شعري كده طب وتظبطيني. ما تيجي المحل معايا، اعملي اللي لا انت مش بصي عايزاه. يعني تعبانه، مش هينفع اروح اه المحل، الدخان والبخار هناك مش انت هينفع. عايزه تعملي ايه؟ عايزاكي تصبغي لي شعري كده وتظبطيني. مم. ماشي. طب تعالي. يلا. تزوج ايه شعرك الجامد ده؟ ايه رايك؟ عجبك لا اللون؟ البنت اسماء جامده قوي. اه ما شاء الله، بتعمل الوان فظيعه. لا وبعدين عامله. غسلته لي حته غسله، وراحت لا عامله لي بقى الصبغه عامله لك وظبطته. ويفي كده شكله تحفه قوي. عملته لي تحفه. طب ايه، ما انا عايزه اعمل برضه، ما انا قايله لكم كلماكي قعدت تقولوا هنروحوا مع بعض هنروحوا مع بعض، ايه اللي حصل؟ انا اصلا كنت جنب البيت عندها، وقلت اه ايه الحق قبل ما تنزل الشغل تعمله لي. تيجي نروح انا لابسه. وبعدين بقول لك ايه، اصلا كويس انت عملتي الاول اجرب فيكي بدل ما احنا شعرنا كان يبوظ مع بعض، معلش لا بقى زوزو لا والحاجات دي انا بخاف لا، فيها. بس هي شاطره على طول بتعمل لي، انت اه عارفه. هي بصراحه يعني فاجئتني. تيجي وانا لابسه نروح. ماشي يا زوزو، بس هو الموضوع مش بيتاخد كده يعني، ده ما انت ما مش تقولي لي الاول عملتي بكام، السعر ايه؟ بكام ايه منا؟ تعملي من غير فلوس، وهي هتاخد منك فلوس؟ ولا خامات ولا اي حاجه خالص؟ ولا اي حاجه. هي انا بروح لها البيت، ما اه برضاش اروح المحل. وهي في البيت عندها كل الحاجه. هي يعني هتجيب حاجه من بره؟ ايوه يا زوزو، بس انت شعرك صغير انا شعري طويل برضو، ممكن يكون كان عندها شويه باقيين بتاع، انما انا لا دي هكلفها. طلع لي الازايز كده عندها، هي باين عليها ايه، حطاهم احتياطي عندها في البيت. بقول لك ايه، طب ما انا بدل ما اصبغ اعمل صبغه، طب ما انا ممكن اعمل ترميم لشعري. بتعمله وبعدين برضه؟ يعني انا حابه ان انا اغير شويه في شكلي، يعني اعمل ترميم، ايه رايك؟ تعالي نروح وخليها تعمل بس انا لك. سامعه ان الحاجات دي غاليه قوي يا زوزو، هنستغلها. بصي ادفعي اللي معاكي، ومع اللي مش معاكي خلاص مش بس انا اشكال. معيش غير 500 جنيه في الشنطه. ابقي ادهم لها وخلاص. هترضى؟ ولا ما تفضلش، هي اصلا بتعملي ببلاش. طب يلا بينا يا زوزو، يلا كده. بينا. طب كلمتيها؟ لا هنروح كده على طول عشان طب ما يلا. تقوليش نازله. طب يلا يلا. ايه يا جوه؟ اكيد هتروح في فين. نور ولع اهو. لا الشوز، ايه الشوز بره. هقلع عقبال ما تفتح. شكلها مش جوه ولا ايه؟ لا ما بتنزلش المحل، لسه قدامها ساعتين ولا حاجه. تفتحش. ايه يا زوزو؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ لا انا جوه. عامله ايه سمسم؟ الحمد عامله لله. ايه يا اسماء؟ انت عامله ايه؟ تعالي. احنا قلنا نلحقك. ليه خير؟ إيه، منا شافت لون شعري عجبها قوي. تسلم ايدك يا اسماء، تحفه بجد، بنت تسلمي. لعيبه يعني. تسلمي. فجايه لك بقى عشان تعملي لها لون وكده. اعمله لها فين؟ هنا. بصي هو انا كنت عاجبني اللون جدا وعايزه اعمله، بس كده شفته فقلت ايه، عايزه اعمل ترميم. ايه رايك انت؟ مش تقريبا الصبغه هتبقى خلي شعري تعبان ومهلك، اعمل الترميم الاول وبعدين الصبغه بعدها بمده، ولا ايه الاول؟ طيب انا عايزه اعمل ترميم يا اسماء. شايفاكي كده بصراحه انت عندك يعني شاطره في الحته دي، والحته دي بتاعتك. تمام ماشي. ما جيتوش المحل ليه؟ زحمه بقى اسماء ودوشه وبتاع، قلنا هنا في البيت الدنيا كده مع بعض ملمومين ونقعد براحتي لا والعب بس انا مش فاضيه والله. يعني ايه مش فاضيه اسماء؟ انت عندك ايه؟ انت لسه قدامك ساعتين عقبال ما تنزلي، هتكسفيني قدام صاحبتي يا اسماء. مش حكايه اكسفك، انت جيتي لي المره اللي فاتت، كنت انا شفتيني كنت انا واقفه على الباب، كنت نازله. بس ورجعت عشان ما ازعلكيش، ما انا ممكن كنت اخدتك معايا على المحل، بس انا عشان ما ازعلكيش. خلاص يا زوزو بلاش، مش مهمه يعني، مش مضطره هي خلاص. لا ليه؟ هي ما عندهاش حاجه، ما هي تقعد تعمله مش لك. فاضيه، مش عندهاش يا حاجه. زوزو بقول لك مش فاضيه، عندي المحل مفتوح والبنات هناك شغالين، اي حد يجي تعالي وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. لا هي عايزاك انت اللي تعمله لها هنا. طب واسعار مش هنا، الترميم ممكن ايه؟ تعالي اعمله لك هناك. اسعار الترميم ايه؟ الترميم عامل من 2000 وطالع. 2000 ايه يا زوزو؟ 2000 ايه يا وطالع؟ اسماء؟ دي شعري صاحبتي. طويل كده يا اسماء، ده يبقى هيعمل كام؟ هيعمل له بتاع 5 6. 5 6؟ انت لا يا 500 اسماء، جنيه انا قلت لها ايوه اديها واحد حط 500 لها جنيه. اي ماده على شعرها، مش اسماء اي ماده من على الحاجات شعرها. اللي عندك هنا في البيت يا اسماء اعمله لها. انت فاكره ان انا هستعمل لك جلاد؟ دي ماده معينه مستورده، مش اي ماده بحطها على الشعر. انت جايه تكسفيني قدام صاحبتي يا اسماء. مش هكسفها، بس الحقيقه اللي انا بقولها لها، مش هحط لها اي ماده على شعرها. أيوة شعرها يبوظ وفي الاخر هيتقال ان اسماء هي اللي عملته. عندك حاجات هنا اسماء في البيت تعملي لها هو انا بعمل كيكه يا زوزو؟
ده لا يا شعر. أسماء، طب ما انت عملتي لي الحاجات الصبغات والالوان اللي عندك، اعملي لها لون. يلا بينا يا زوزو. هي عايزه ترميم مش عايزه لون. لا يا منى، لا مش يا منى، انت بهزق. هتقعدي تفصلي على ايه؟ لا يا 5000 ل انا مش 500 جنيه. بهزقك. قومي يا زوزو. 500 جنيه ايه؟ هي لو 500 جنيه عادتني تجيبي كده. بيهم تعملي ايوه بيهم انا قلت لها ايه؟ اديها 500 جنيه، اصل هي ظروف على قدها يعني، وعايزه تعمل شعرها يا اسماء، ما تعمله لها ثواب. يلا يا زوزو بقول لك تمام كفايه ماشي، بس تهزيق. الماده دي بفلوس غاليه، مش رخيصه. اعملي معايا واجب يعني يا اسماء، دي صاحبتي. هو ب 6000 جنيه اعمله لها بكام عشان خاطرك؟ خدي منها ال 500 جنيه واعملي لها بالحاجات من عندك يا 500 اسماء. جنيه ايه؟ طب انا عملت لك يا زوزو عشان انتي اخت جوزي، جايبه لي صاحبتك، طب تجينا عادي يعني يا اسماء، مفيش عادي، ده اكل عيش يا زوزو، ما فيهوش هزار. يعني مش تعملي لها يا اسماء؟ لا مش هعمل لها. عايزه تعملي تعالي بعد كده انت كمان يا زوزو، عايزه تعملي تعالي عندي المحل، اكتر من كده هنا مش هينفع. ولا المحل ولا عندك. يلا بينا. شكرا يا اسماء. انا قلت لك بلاش. حقك عليا يا منى. انا غلطانه اصلا. الحق ما يزعلش.